بلاش كيسة وباور كومبو. السوق مبدور كيسات صيني وبباورات وبصراحة بأسعار حلوة، بس لأ، ما تخلّيش السعر يغريك، ولو هتجيب حاجة منهم فهات الكيسة فقط بلاش تجيب الباور. أصل يعني معلش السعر الزهيد للكيسة والباور سبلاي اللي هو في الأغلب بيبقى 650 واط مش هيدّيك كل حاجة، لازم يبقى في تضحيات. لو التضحيات هتبقى في خامات الكيسة فمش مشكلة، الكيسة ما هي إلا مجرد صندوق بتلم فيه قطع التجميع، إنما لو التضحية في جودة الباور وكفاءة مكوناته الداخلية فهنا الكلام اختلف. انت هنا مش هتبقى بتضحي بفلوسك اللي انت دفعتها في الكيسة والباور بس، لا ده انت بتضحي ببقية قطع التجميع. الباورات الكومبو دي ما فيهاش اي نوع من انواع الحماية ضد مشاكل الكهرباء زي الارتفاع المفاجئ للتيار او زيادة الجهد او انخفاضه، فلو حاجة من دي حصلت وانت معاك باور تعبان فبنسبة كبيرة المشكلة هتطول بقية القطع او قطع وقطع لا، وطبعا الباور قبلهم هيبقى بالسلام. طب هل كل اكياس الكومبو اللي في السوق يتخاف منها؟ الحقيقة لا، في ماركات زي زيجماتيك وانتك بيهتموا بجودة وكفاءة الباور سبلاي الخاص بيهم، عشان كده هتلاقي الكومبو منهم اغلى نسبيا من كومبو كيسة وباور من شركة صيني مش معروفة بس منتشرة في السوق. ومع ذلك برضه يفضل لو انت جايب قطع صرف الطاقة بتاعها عالي او عالية عموما ما تجيبش منهم برضه الباور سبلاي، وتروح تجيبه من شركة تكون متخصصة اصلا في صناعة الباور سبلاي زي شركة اف اس بي او شركة سي سوني. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات ايه نوع الباور اللي عندك، وما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو وتفولو كمبيوتر عندي.